عسلامة، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بطبرة جديدة واللي هي بقلاوة زمنية مبتدئين، وحتى اللي ما جربهاش قبل باش ننجح له 100%. ناخذ كيلو فرينة، لها 3 مغارف زيت وشوية ملح، نلموها بالماء ونعجنوها. اللي ما عندوش عجينة نجم يعجن بيديه، وكين تحصلوا على القوام هذا نخليوها ترتاح. نقسموا العجينة متاعنا على 2 ونعملوا 40 كويرة ونحلوهم بالنشاء ونردوا بالنا لا تشيح. في طبق متاعنا الصغير نحطوا شويه زيت ونحلو الورقه. بين الورقه والورقه نشخشخوها بالزيت، فما شكون يحب الزبده، انا حطيت الزيت زيتونه. نكملوا العشرين ورقه متاعنا، والورقه الاخرى نرشوها بالسكر محور. ما ننساوش نخرجوا الهواء اللي فيها ببره. نسيت ما قلت لكمش اللي فما 3 حاجات اساسيه لنجاح البقلاوه. الحاجه الاولى اللي هي لازم نخليو البقلاوه متاعنا تشيح من 5 إلى 6 سوايع، والحاجة الثانية اللي هي الشحور. حاجة ثالثة اللي هو قصص البقلاوة. هذه الفاكهة متاعنا خذينا 800 جرام لوز مرحي، عليهم 200 جرام سكر محور و200 جرام فرينة. ونحط الفاكهة متاعنا في الطبق، اللي يحب ينجم يحط الفاكهة كعب من الفوق. وتوا نكملوا 20 كعبة اللي تبقاو، كالعادة بين الكعبة والكعبة نشخشخوها بالزيت. الكعبة الاخرى نخليوها شايحة. لنا كملنا البقلاوة متاعنا، ما ننساوش نخرجوا الهواء اللي فيها. وتوا نبداو في القصان بعد ما ارتاحت 6 سوايع. كما تراوهوني هذه باش نستعملها، جبتها من المطبخ متاعي للقصان. انا سهلت عليكم، مانيش باش نقصها مثلثات، قصيتها مربعات كما قلنا، هذايا المبتدئين. نجمو زادا نستعملوا 2 صوابع متاعنا للقصان، طريقة ياسر سهلة. ولنا البقلاوة متاعنا حضرت بعد ما بقات في الفور 1 ساعة و4. نتعداو بطريقة الشحور ياسر سهلة، تبعوني. كيلو سكر عليه 1.5 لتر ماء، خليوه يغلي، وكي يعمل كشكوشة البيضة نحطو نص قارصة معصورة. بعد 4 ساعة بالضبط نطفيو، وبعد ما ارتاحت ليلة كاملة نقصوها. ولنا بقلاوتنا حضرت كيف ما قاعدين تشوفوا، قصيناها وقدمناها. اي واحد ينجم يعملها. وطبعا نقولكم ملتقانا فيديو جاي.